السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل كده الحلبة المعقودة. معانا كده حلة على النار، هنزلنا فيها كده كوباية الا ربع او كوباية براحتك من الزيت او مسخن كويس جدا. هنزل عليهم بالسمسم، دول حوالي ربع كيلو. طبعا السمسم والسوداني زي ما انتوا عايزين، عايزين اكتر عايزين اقل براحتكم. هديله كده تشويحة حلوة وبعد كده هنزل بالسوداني. انا مش بحمره يا جماعة، انا بخلي كده الزيوت بتاعتهم تندمج مع بعضها. بعد كده هنزل بثلاث معالق من الدقيق، دي مادة الربط بتاعة الحلبة. هقلبها بقى كويس كده، وبعد كده هانزل عليها بمعلقة من المُغات. إحنا في إسكندرية عندنا مُغات، لكن بقية المحافظات اسمه إيه مش عارفة. بانزل بمعلقة كده وبانزل بمعلقتين من الحلبة، ما بنزودش أكتر من كده على الكيلو العسل عشان ما تمررش. هادّيهم تشويحة برضه حلوة كويس كده. بعد كده بقى هانزل بكيلو عسل، لازم العسل تجيبوه من مكان كويس عشان يدّيكوا طعم وقوام كويس، زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا هو شكله اللي هو خفيف، لكن هو مش خفيف عشان هو بس إيه لسه سخن. بصوا كده، اول ما تغلي من الجناب كده هسيبها شويه كده، وبعد كده اول ما تغلي هطفي عليها زي ما انتم شايفين، وهسيبها بقى تبرد تماما كده. وبعد كده احطها في العلب بتاعتها. بصوا الجمال، طعمها وريحتها قلب البيت يا جماعه. الشتاء يعني حلبة. بصوا الجمال بقى في العلب. بنحافظ بقى عليها كده وناخد بيها كده بالمعلقه نضيفها ونعمل سندوتشاتنا. يا رب الوصفه تعجبكم.